مساء السعادة. هكمل معاكم هنا رحلة سيوة وإيه الأنشطة والأكتيفيتيز. وطبعا قبل ما نتحرك احنا صحينا بدري وفطرنا في الفندق واتحركنا كده الساعة 10. رايحين بقى فين؟ رايحين معبد أمون. وطبعا طول ما احنا ماشيين الطبيعة والجو والنخل بصوا المناظر تحفة. كنت انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان اهل سيوة بيتكلموا لغة اسمها اللغة الامازيغي. هم اصلا من اصل بربر واتكلموا اللغة الامازيغي. هقول لكم كده على حاجات كده اتعلمتها من اللغة الامازيغي. يعني مثلا كلمة مثلا نخل يعني اوجية. بلح يعني تيني. مثلا كلمة انا عاوز يعني نيشي سيخ. انا عاوز يعني نيشي سيخ، نيشي سيخ ايمان يعني انا عايز مية كده يعني. حاولت اعرف شوية من لغتهم بصراحة. لما حد اتنين منهم يتكلموا قدامك مستحيل تفهم بيقولوا ايه، لان بيتكلموا لغة مستحيل تفهمها اصلا. واحنا في طريق معبد امون هنلاقي معبد متحطم كده بالطريقة دي، ومتحطم من الافات السنين، محطوط كده بالتحطيم دوت. ايه بقى قصة المعبد دوت؟ قصته ان كان زي كده مسلسل واحة الغروب، عارفينه؟ كان حاكم سيوة في الوقت دوت كان مصري، وكان متجوز واحدة أجنبية وجابها سيوة معاه. والمعبد دوت كان بيقال يعني ان تحتيه كنز. فكانت مراته كل يوم تطلع تدور على الكنز، وكانت بتطلع بملابس غير لائقة للعادات والتقاليد بتاعة أهل سيوة. فأهل سيوة طبعا راحوا للحاكم واشتكوا له ان كده ما ينفعش وما يصحش ان زوجتك تخرج بالملابس ديت. في الاخر خالص عشان يخلص من الموضوع دوت جاب ديناميت وفجر المعبد عشان يمنع زوجته انها تخرج تدور على الكنز تاني. واتبقت الآثار دي زي موجودة زي ما هي كده. والناس طبعا بيروحوا هناك يسمعوا القصة اللي هي بتاعة تفجير المعبد بالطريقة ديت. ودلوقتي كده احنا هنا وصلنا لمعبد أمون، أو معبد التنبؤات، أو معبد تتويج الإسكندر، أو معبد قدس الأقداس، أو معبد أمون. هو بيتقال عليه أسامي كتيرة جدا. والمعبد بيرجع للأسرة السادسة والعشرين، لأن النقوش الموجودة في منطقة قدس الأقداس بتقول إن المعبد تم إنشاؤه في عهد الملك أحمس الثاني، وهو طبعا أهم ملوك الأسرة ال26. وبيطلق عليه معبد التنبؤات أو معبد الوحي. وإيه بقى أهميته؟ أهميته إنه هو مهبط وحي الإله آمون، ده حسب معتقدات المصري القديم. مدخل المعبد عبارة عن سلالم كده بتطلعها، سلالم كتير يعني تبقى محضر رجليك. طبعا هما بانيين برضو زي ما قلنا البنى بتاعهم من الكرشيف اللي عبارة عن ملح وطينة ورملة، بيخلطوهم على بعض ويعملوا بيهم المباني بتاعتهم. بعد ما بنطلع السلالم أول حاجة بنلاقيها في المدخل البير ديت، وبتطلق عليها البير المقدسة، واللي كانت بتستخدم في الاغتسال وفي التطهير. بصوا البير ناشفة ازاي، مفيهاش مية قليلة جدا تحت. وبتقال عليها برضو بير الأمنيات. يعني ايه بير الأمنيات دوت؟ يعني لما حد يتمنى أمنية انها تتحقق بيرمي فيها فلوس، زي فكرة بير مسعود كده. وكان الشخص اللي قبل ما يخش للإله اللي هو قدس الأقداس، اللي هو يعني أطهر مكان داخل المعبد، طبعا كان بيغتسل في البير دوت. القصص اللي بتتحكى عن المعبد هي كلها كانت بدايتها سنة 331 قبل الميلاد، لكن المعبد نفسه موجود من قبل كده، لأن هو ده بيقال إن هو قدس الأقداس، المكان اللي كان الإله موجود فيه. والمعبد له أهمية تاريخية عظيمة جدا، لأن مرتبط بيه حدثين من التاريخ القديم. والحدثين دول الاتنين أهم من بعض. ايه هما بقى الحدثين دول؟ من أهم الأحداث المرتبطة بمعبد أمون قصة جيش قمبيز المفقود. والقصة بتقول إن جيش الفرس كان موجود في التوقيت دوت في مصر، وكان وقتها برضو المعبد موجود. فالمعبد طلعت منه تنبؤات ان قمبيز ده هيهلك او هيتم اهلاكه او حاجة زي كده. فطبعا قمبيز انهار، وازاي ومش ازاي، واخد الجيش بتاعه اللي مكون من 50,000 محارب. والكلام ده كان سنة 525 قبل الميلاد.
صاحبنا قمبيز ده أخد الجيش بتاعه اللي هم قلنا 50,000 محارب دول، وطلعوا على المعبد علشان يهدموا المعبد، عشان يأكدوا للناس ان دي مجرد ايه، مجرد إشاعات. وكمان كان عايز يثبت للمصريين والإغريق ان عقيدتهم دي فاسدة. الغريب بقى ان الجيش بعد ما اتحرك الجيش بالكامل فقد، بالكامل. بيقولوا ان هم اتمروا تحت رملة الصحراء، لما جت رياح عنيفة دفنتهم تحت الصحراء. بس لحد دلوقتي او لحد اللحظة اللي احنا فيها دي طبعا تم طبعا تنقيب وبحث عن الجيش دوت كتير قوي، او حتى عن رفات منه، او عن حتى يعني اي ملامح تقول ان في جيش اتدفن تحت الرملة. دول 50,000 محارب اختفوا كده فجأة. بعديها حتى قمبيز نفسه اختفى، فبيقال ان قمبيز نفسه كان على رأس الجيش دوت. ودي اول قصة من قصص معبد آمون. والقصة بقى المهمة التانية، ودي أهم من القصة الأولانية، لأنه هي بتتسمى المعبد على اسمه، اللي هو اسمه معبد تتويج الإسكندر. طبعا احنا قلنا المعبد ده كان معبد إلهي، معبد يعني ايه، قدس الأقداس موجود فيه، معبد التنبؤات باللي هيحصل. فالإسكندر الأكبر راح زار المعبد دوت سنة كام بقى؟ سنة 331 قبل الميلاد. وسبب زيارته كان في سببين. اول سبب ان هو ياخد منه النبوءة اللي هيجي بعد كده، او يستكشف منه الطالع يعني اللي هيحصل. تاني حاجة عشان يتوج ابنا لآمون، عشان يقدر بعدها ان هو يتقرب من المصريين، لان المصريين كان معروف عنهم في الوقت ده ارتباطهم بمعتقداتهم جدا جدا. وكمان الاسكندر الأكبر طلب من كهنة المعبد إن هم يتنبؤوا بمصير حملاته العسكرية، هيعمل فيها إيه وهيحكم العالم ولا لأ. كانت إجابتهم نعم، وده شيء بسط جدا جدا الاسكندر. لكن بعدها قالوا له إيه، مش لفترة طويلة، يعني أنت هتتوج وهتحكم العالم لفترة معينة بس مش طويلة. فحتى هم كانوا عايزين يعرفوا منه ايه اللي حصل في اللقاء بتاع التنبؤ، او قدس الاقداس عمل ايه جوه. فهم ما قالولوش، هو قال لهم لما ارجع لوالدتي هحكي لها. بعديها ب8 سنين بالظبط الاسكندر الاكبر مات، بعد طبعا ما عمل الامبراطوريه الكبيره بتاعته، وعمل اسكندريه سنه 332. يعني كان التنبؤ 331 قبل الميلاد، واسكندريه كانت 332. المعبد متقسم ل3 أجزاء: المعبد الرئيسي، وقصر الحاكم، وجناح الحراس، وموجود بيه طبعا البير طبعا المقدسة اللي احنا شفناها. وأهم حاجة بتميز بها معبد آمون الظاهرة الفلكية، اللي هي الاعتدال الربيعي، بحيث ان الشمس بتتعامد على المعبد مرتين كل سنة أثناء الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي. بتساوي الليل والنهار بعد 90 يوم من أقصر يوم في العام، وبعد 90 يوم بيجي أطول يوم في العام. بالظبط نفس الظاهرة اللي بتحصل في معبد أبو سمبل اللي في النوبة، واللي بتكون في الوقت دوت طبعا ازدحام شديد جدا عشان يشوفوا تعامد الشمس. طبعا دي كده بوابة المعبد الأساسية. بتدخل كده بتلاقي 3 غرف. بصوا كده 3 غرف. تخش الأول، دي الصالة الرئيسية. طبعا عوامل التعرية والتآكل على فكرة أنا يعني عرفت من كتب التاريخ إن كان في سقف للمعبد دوت، بس معرفش راحت فين. طبعا له بوابات كتيرة للدخول. هناك عند الناس دي كده غرفة اللي الناس واقفة عندها، دي غرفة قدس الأقداس. الغرفة اللي أنا داخلاها دي الغرفة بتاعة اللي موجود فيها جناح الحراس، بتبقى جنبه على طول. مش عارفة الغرف ضيقة ليه، يعني حاسة ان هم كانوا عايشين كأنهم كده في فقر، مع انهم كانوا أغنياء جدا، لكن الأماكن ضيقة يعني مش واسعة. طبعا انت المعبد لما بتروح بتحس ان انت كأن كده أطلال، كل حاجة كأن الزمن واكل منها، عوامل التعرية والزمن والسنين، ألفات السنين.
طيب ماشي، مين ده عامل ايه؟ احنا فوق اصلا لسه ما طلعناش فوق. زي ما احنا شايفين كده. بصوا المعبد كاشف لسيوة كلها، لأنه مبني على ارتفاع، على ربوة يعني أو على تلة ارتفاع حوالي 300 متر عن سطح البحر، فكاشف كل سيوة. شايفين سيوة جميلة ازاي، كلها خضرة فعلا، واحة جنة. كل واحد ينزل يا ابني انت اللعبه كلها عدد المنظر ده محمد خلي بالك. مش بس محمد. انا كده ده الجامع صح؟ يلا بينا اوريكم المسجد اللي اتبنى داخل معبد امون. ده كده مسجد بناه المسلمين لما جم، والمسجد اتبنى تقريبا سنة 1200 كده وشوية تقريبا، في حين بقى ان المعبد مبني من سنة 600 قبل الميلاد. يعني احنا بنتكلم كده على فرق حوالي 1800 سنة ما بين بناء المسجد وما بين بناء المعبد. المسجد طبعا مبني على الطريقة السوية، وهو داخل المعبد، يعني داخل جزء المعبد. تطلع من السلالم بتلاقي العين، بعد كده بتخش يمين بتلاقي المسجد. كده خلصت زيارتي المعبد امون، وطبعا انا ما حبيتش امشي غير لما اجرب الحنة اللي بيرسموها للسيدات اللي واقفين قدام المعبد. جميلة، الرسم جميل وتحفة، بس الحنة خفيفة قوي، يعني لما اتشالت الحنة خفيفة، فاللي هيحط يبقى عامل حسابه على كده. انا لما اروح تاني مش هرسم الحنة دي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بالفيديو، وتكون اضفت لكم معلومات جديدة، وان شاء الله في فيديو قادم. باي باي.